السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاضية ننزل نشرب قهوة في حتة بعيدة؟ طب أعزمك على قهوة جميلة وخلي حساب القهوة عليا. يوه يا دي الفرهدة. طب تعالى أقولك نعملها ازاي في البيت أطعم من أي كافيه. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، هنعاير المية في الفنجان أو الكوباية اللي هنعمل فيها، وأهم حاجة تكون الكنكة اللي هنعمل فيها العنق بتاعها ضيق، ما يكونش واسع عشان تدينا وش حلو. هنحط السكر، وطبعا السكر حسب الرغبة. الفنجان زي ده هنحط له معلقة ونص بن، ما تقلليش، لازم يكون البن كفاية عشان يديكي وش حلو. واهم خطوة بقى هنا التانية ان احنا لازم نقلب كويس قوي. لحد امتى؟ لحد ما البن يدينا اللون الفاتح ده، مش مجرد نحط بن وسكر ومية وشكرا. على نار هادية بقى وبراحتك خالص، وكل شوية هنقلبها. شايفة النار هادية ازاي؟ والحامل اللي على البوتاجاز ده ضروري جدا عشان يرفع الكنكة من على النار، ما تستويش بسرعة. نقلب بقى كل شوية، نرفعها من على النار ونحطها. طيب في حاجة كمان مهمة، ان احنا في الاول خالص نستعمل مية ساقعة، ويا سلام بقى لو فيها مكعب تلج كده، ده بيخلي القهوة تقعد فترة اطول على البوتاجاز، وبالتالي تستوي براحتها خالص وتبقى طعمها احلى وتعمل وش اكبر. بس خلي بالك اوعي تشربيها على معدة فاضية، عشان دي بترفع ضغط الدم، وكمان ممكن تعمل قرحة في المعدة، ربنا يحفظكم. طب امتى نشربها؟ ممكن بعد الفطار، وخلي بالك هي بتساعد على التركيز جدا، وكمان فيها مضادات أكسدة، يعني انها بتساعد على حرق الدهون، يعني فيها فوائد اهو. بس ما نشربهاش اكتر من مرتين. ولو انتي مصدعة ولا حاجة بعد الشر، في الحالة دي ممكن تاخدي فنجان قهوة مع قرص مسكن، هيساعدك في التخلص من الصداع لأنه بيسرع عمل المسكن. امتى بقى نرفع القهوة من على النار؟ لما نلاقيها بدأت ترتفع كده شوية في الكنكة، وبدأ يبقى فيها فقاعات كده في الجناب، ما نسيبشهاش اكتر من كده. نشيلها بقى بالراحة ونصبها في الفنجان من الجنب مش من النص، عشان نحافظ على الوش، هيديكي احلى وش واحلى طعم. ولايك بقى للقهوة.